فكرة العرق هي فكرة حربية ايديولوجية ولا أساس لها في العلم. الخطاب الأمازيغي في المغرب لم يقم أبدا كخطاب مؤسس أكاديميا وفكريا على فكرة العرق على الإطلاق. لا توجد وثيقة واحدة من وثائق الحركة الأمازيغية المغربية تتحدث عن سند عرقي أو أصل خالص، وإنما أقمنا الخطاب على مرجعيتين اثنتين: مرجعية العلوم الإنسانية الأنثروبولوجيا والأركيولوجيا، ومرجعية حقوق الإنسان الدولية انطلاقا من اتفاقية 1966 التي تقول بأن لكل الشعوب حقوق ثقافية لغوية. فأخرجنا إشكالية الأمازيغية من إطار العرق وفكرة العرق لأنها فكرة حربية وفكرة مواجهة وليست فكرة لبناء يعني حضارة أو لبناء سلم، ووجهناها في اتجاه الحقوق الثقافية واللغوية لسكان المغرب قاطبة وليس لجزء منهم. ستلاحظون أن الحركة الأمازيغية نخبتها الأكاديمية كانت ذكية جدا، لأنها اعتبرت الأمازيغية شأن جميع المغاربة ولم تقل إنها شأن فئة أو طبقة أو نوع من الناس في المغرب. والخطابات الملكية للملك محمد السادس سارت في هذا الاتجاه منذ خطاب أجدير 2001، وهو القول الأمازيغية مسؤولية وطنية لجميع المغاربة وليست وسيلة للمزايدة السياسية. فإذا هذه الإشكالية الأولى التي وجدنا أنها في المدرسة وفي وسائل الإعلام تم التعامل معها بشكل إيديولوجي. لماذا؟ إرضاء للدولة الوطنية المركزية النمط اليعقوبي التي تريد إقامة الهوية على عنصر واحد: العروبة، الإسلام، وفينال لا يوجد شيء آخر. الإشكالية الثانية هي إشكالية مجيء العرب والمسلمين. لدينا منظوران اثنان: واحد عاطفي وواحد علمي. المنظور العلمي في التاريخ هو منظور محايد نسبيا. عندما يهجم مجموعة من الناس مسلحين على مجموعة أخرى، المؤرخ النزيه يقول غزا هؤلاء. في الإيديولوجيا العربية الإسلامية تستعمل كلمة فتح، وكلمة فتح كلمة إيديولوجية دينية وليست كلمة علمية إجرائية في البحث التاريخي على الإطلاق. ولكن ستجدون أن مؤرخين رغم أنهم في الجامعة ويزعمون أنهم يقومون بأبحاث علمية أكاديمية لا يستطيعون استعمال الكلمات الموضوعية المجردة من العواطف والإيديولوجيا. ما الفرق بين الغزو والفتح؟ وهذا شيء تعرضت له في الفصل الأول من كتابي الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي عام 98، والعنوان كان هو غزو أم فتح؟ الإسلام باعتباره بداية ونهاية التاريخ. في الإيديولوجيا العربية الإسلامية الإسلام هو بداية التاريخ ولا شيء يوجد قبل، وهو نهاية التاريخ لأن كل ما يأتي بعده مخالفا له لا يقبل ولا يعترف به. فنحن إذن في لحظة يبدأ فيها التاريخ وينتهي، وهذا شيء مخالف للعلم، ورغم ذلك نجد أنه دخل المدرسة ودخل كتب الكثير من نخبتنا.